السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ إيه اخباركم؟ عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها. معانا النهارده ايه جديده في كتاب الله في سوره الكهف. الايه النهارده معانا الايه رقم 50. عايزين نحاول ان احنا ايه يعني نقول تفسير سريع كده للايه. اهم حاجه ان احنا نسرد الايه في كل حلقه، وبعد كده نبدا عشان الشورتس اللي على اليوتيوب دي طبعا ايه بتاخد، مش عايزين تاخد وقت كبير عشان ما تحولش الفيديوهات. ربنا عز وجل بيقول في ايه 50: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ربنا أمر هنا طبعا الملائكة إنهم يسجدوا لآدم، فكلهم أطاعوا أمر ربنا وسجدوا إلا إبليس رفض. رفض رفض كبر ورفض علو، مش رفض لسبب. يعني في ساعات مثلا الناس بترفض حاجة لما يجي حد يتكلم عليها لأنها رافضة فكرة وجهة النظر أو الرأي نفسه، إنما اللي بيرفض كبر ده مشكلة أكبر. فأنت عشان كده ربنا بيقول لنا هتاخدوا هو وذريته أولياء من دوني، ده هم لكم العدو الصريع في الأرض. الإنسان هو الشيطان، يعني ما تتخذش الشيطان عدوا، ما تتخذش الإنسان عدو، ليه؟ خد الشيطان هو العدو. طيب ندخل في حلقة النهارده. لو انا عندي يا دكتور ضرس حسيت فيه الم جامد وانا بحشيه عصب، والدكتور اقترح عليا ان انا اكمل معاه شويه عشان بالجلسات ان شاء الله الالم ده يخف لاي سبب من الاسباب، هل لازم استعجل واخلع؟ اقول لك الافضل انك انت تصبر وتستنى، احسن على كل الاحوال. الدكتور يعني بين الجلسات ممكن ان هو ايه يديك علاج، ممكن انك انت تحاول يعني تخلي جلسات قريبه من بعض، المهم انه هيخلص. بس ساعات الالم بيكون بسبب خراج، بسبب اي مشكله حصلت في الضرس، فانت ساعات انك تصبر على الضرس شويه انت في الاخر اللي كسبان، احسن من انك انت ايه تتسرع وتقول انا مش قادر استحمل الالم، هنخلعه دلوقتي هنخلعه دلوقتي، مش عارف اروح دكتور تاني. الموضوع عايز ايه بالراحه وتفكر للنقطه الابعد. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.